هنا انا معايا سوداني مجروش كده او اي نوع مكسرات موجود عندك، وجوز الهند وزبيب. هنجيب لهم معلقتين شربات من اللي احنا عاملينهم او عسل او ميه لو حابه يعني الموجود عندي، ونقلبهم كده عشان ايه الحشوه تبقى متماسكه معانا واحنا بنلف كده ما تطلعش من الكنافه معانا. بعد ما جهزنا الحشوه بتاعتنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بتجيبي الكنافه تقطعيها كده حسب الصوابع اللي انت هتبقى تعمليها، وبتدي بخة ميه على الرخامه او على المفرش اللي انت هتشتغلي عليه، المفرش السيليكون او حاجه الموجود عندك، وبتديها بخة ميه صغيره كده. طبعا انا ما عنديش بخاخه فبرش بايدي كده رشه خفيفه، وبتحطي الحشوه كده ما بتكتريش طبعا عشان تعرفي تلفي الصباع بتاعك اهي. طبعا الحشوه بتاعتنا متماسكه وجميله، وبتلفي بقى رشه الميه دي ليه يا ام احمد، دي اللي هتخلي لك الظهر بتاع الكنافه معاكي املس، مش منعكش كده ومش لذيذ زي ما انت شايفه كده. وبتحطي الصوابع كده جنب بعضها. انا دهنه الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي سمنه، زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهي الصوابع بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عليها. هكمل بقى بقيه الصينيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده وارجع لكم. اهم حاجه ما تكتريش الحشوه بتاعتك عشان وانت بتلفي ما تبقاش الصباع حجمه كبير معاكي، ولو في اي زوايد ولا حاجه بتشيليها، واللي اطرف كده بتدخلي الاحرف لو في حاجه منعكشه او حاجه بتلميها معاكي بقدر الامكان كده على قد ما تقدري زي ما انتوا شايفه كده. وبنحطهم جنب بعض كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ادي الكنافه بتاعتنا بعد ما خلصناها. انت بقى حابه تحطي كميه سمنه كتيره براحتك، حابه تعملي زي انا ما بعمل كده اللي يعجبك. لو حطيتي سمنه كتيره اعملي حسابك ايه ان انت بعد ما تطلع تصفيها. انا كده حاطه سمنه على زبده مش سمنه بس. ادي يا حبايبي الكنافه بتاعتنا اهي. هناخدها بقى ندخلها الفرن ونشوف بقى هنعمل فيها ايه. طبعا يا حبايبي لو هتحطيها في فرن البوتاجاز بتحطيها على الشبكه وبتولعي من تحت وبس، وبتخلي بالك منها بتقلبيها كده وكده، ولو لقيت قعرها احمر بتولعي لها الشوايه شويه. انا هنا هحطها في فرن الغاز مهديه الفرن من تحت ومهديه الجناب، ومش هحطها واسيبها. انا كل شويه هلف الصينيه كده وكده عشان تاخد ايه لون واحد وتستوي معايا وتبقى حلوه. ادي الكنافه اهي يا حبايبي بتاعتنا اهي. والشربات طبعا يكون بارد. الشربات ده عملناه ازاي؟ كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه واحده عشان الشربات الكنافه بيبقى تقيل، والشربات بتاعك يكون بارد والكنافه سخنه، ما يكونوش الاتنين سخنين. لو عايزاها طريه يبقى سخنيه. ادي يا حبايبي الكنافه بتاعتنا بعد ما حطينا عليها الشربات بالشكل ده. طبعا حابه تقدميها في الاطباق، حابه تسيبيها في الصينيه بتاعتها كده اللي رايحك، بس احنا هنقدمها بقى كده. شايفين بسم الله ما شاء الله حلوه جدا مقرمشه. ادي يا حبايبي الكنافه بتاعتنا اهي بعد ما طلعناها من الفرن، وزي ما انتم شايفين كده واحنا بنقدمها مع بعض شكلها تحفه جدا مقرمشه وجميله. لو حباها طريه يبقى خلي الشربات بتاعك سخن، بس هي لما بتبقى مقرمشه كده بتبقى طعمها خطير جدا. طبعا يا حبايبي الكنافه لها وصفات كتير ولها طرق كتير بتتعمل بيها. احنا عملناها مع بعض اكتر من مره قبل كده وبكذا طريقه. عملناها كنافه بالبسبوسه، عملناها كنافه بالكاستر، عملناها كنافه بالمكسرات، عملناها كنافه ساده، عملنا كل انواع الكنافه. لو حابين تشوفوها اكتبوا في البحث في اليوتيوب طريقه عمل الكنافه مطبخ العائله مع ام احمد، ان شاء الله هتلاقوا كل طرق الكنافه وهتعجبكم جدا. يا رب يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه ديت وجربتوها ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو، وكمان اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من ام احمد. وانتظروني في وصفه جديده ومعلومه جديده في مطبخ العائله مع ام احمد، ولايك وشير وسلام عليكم.